السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شباب الثانوية العامة، اخباركم ايه؟ اخبارك يا ابو خمس مواد اللي بتصيح؟ عامل ايه؟ والله يا دكتور المدرسين كلها دايسة على وشي، وكله بيدي دروس سنتر واونلاين سنتر واونلاين، وانا محشور في النص مش عارف اعمل ايه. يا ابني هانت خلاص، شهر ونمشي، شهر والهم ده خلاص ما عادش هيجي تاني. لا تصحى على واجب فيزياء، تصحى على واجب كيمياء، ولا انقل واجب الفيزياء من صاحبي، ولا الاحياء ما ذاكرتهاش يا دكتور، ولا الدي ان ايه مش فاهمها يا دكتور، ولا العربي يا دكتور مش عارف احل فيه. هانت نجيب اخرنا عشان نخلص من الهم ده على خير كده. تمام. اعمل ايه يا دكتور؟ انا كطالب عام كل مدرس منزل لي ما لا يقل عن 15 ساعه، مفيش حاجه هتنزل اكتر من كده. ماشي؟ ما تحطش بالك ان في مدرس هينزل اكتر من كده، هو ده اكتر. 15 ساعه للماده، 15 ساعه للماده يعني في 5 مواد، فاحنا بنتكلم في 75 ساعه. تمام، بس خلي بالك في مفاجاه، ان انت مش هتسمع ال 75 ساعه كلهم والله العظيم. والله. طب ازاي؟ كمل الفيديو للاخر. انا دلوقتي يا باشا هقول لك افضل روتين يومي لك كطالب ثانويه عامه عنده 5 مواد. والله يا دكتور عندي 5 مواد، الاسبوع فيه اللهم صل على النبي 7 ايام، شيل يوم يا باشا نروق عليك اهو. اتفضل عندي 6 ايام. او بعدين مش طالب مني حاجه. طيب هتذاكر كل ماده مرتين، 3 مرات. انت بتقول ايه يا عم 3 مرات؟ ازاي؟ هقول لك تعالى. يومنا يا باشا بيبدا الساعه 11 بالليل، بننام لحد الساعه 4، نصحى الساعه 4. بصحى، بتوضى، بقرا اذكاري، بتمشى للمسجد، بصلي الفجر، بتمرقع مع صاحبي شويه، وبرجع بقرا ورد القران بتاعي. الساعه بقت 5. والله احنا بنقول ان كل مدرس منزل 15 ساعه، 15 ساعه وانا بقسمهم على 3 مرات، يعني كل ماده 5 ساعات. يعني انا من 5 ل10 ان شاء الله، فانا هذاكر ماده. وعندي وانا هسمع بس، لازم احل. صح ولا ايه؟ عندك يا باشا من 10 لحد الساعه 2 انت بتحل بايدك وبتذاكر اللي انت سمعته. دي ماده. طبعا يا دكتور بقى انا ذاكرت كده كتير، اليوم كده مع السلامه. خد هنا، مين قال كده؟ لسه معانا شويه لحد الساعه 11 بالليل. ما انت عايز تعمل ايه؟ هتضيعهم ولا ايه؟ لا يا دكتور مش هضيعهم ولا حاجه. طب معلش يا دكتور اديني ساعه مرقعه. خد يا باشا ساعه مرقعه، بقت الساعه 3 بالليل، 3 العصر، يعني هي 3 مساء يعني 3 العصر. يا جاهل يا جاهل. تمام. خدنا ماده وحلينا وظبطنا دنيتنا وانتخنا شويه، نبدا بقى ماده ثانيه من الساعه 3 للساعه مثلا وليكن احسب 5 ساعات كمان، يبقى الساعه 8 انت يا باشا بتسمع وتشوف ملاحظاتك وبتسمع الشرح اللي المدرس منزله. من 8 ل 11 انت بتحل بايدك. طب كده حلو، والله انا شايف ان هو كويس قوي. طب في ناس بقى ايه، ناس متفوقه كده دحيحه، بتذاكر بال3 مواد في اليوم. انا يا صديقي والله شايف كده حلو، لان انت مش هتسمع بس، ما انت لازم تحل، ولازم تشوف ايه الاخطاء اللي عندك، ولازم تحل شوامل وحاجات كتير كده. طب يا دكتور انت كنت بتقول ان ال 75 ساعه مش هيبقوا 75 ساعه، ازاي؟ انا اقول لك ازاي. انت يا باشا كل مدرس منزل لك ال 15 ساعه دول شرح وحل وحل كتب خارجيه وشوامل. طب انت دلوقتي هتسمع الشرح كله ان شاء الله، لازم تسمعه كله، لان كلهم بيحطوا تريكات الامتحان فيه. تمام، كل مدرس بيربط وبيعمل الحاجات دي كلها في الشرح ده. تمام زي الفل. طب هعمل ايه في الحل يا دكتور؟ والله انا بمسك الواجب ده اهو بحله بايدي، ايدي اللي هتحل اخر السنه. مش هيجي اخر السنه يقول لي فهمت من المستر هو بيحل الامتحان ولا لا، ايدي اللي بتحل. تمام ماشي. بحل يا باشا الواجب، بيبقى معايا PDF كده في QR كود، بخش على الQR كود بصحح واجبي، الاسئله الغلط بعمل عليها غلط، وبخش على الفيديو اسمعها كلها مره واحده. بدل ما كنت هسمع 3 ساعات، لا انا هسمع ساعه الا ربع. صح. طب في يا دكتور كده ابواب انا واقع فيها خالص، مثلا عندك الدي ان ايه، عندك مثلا وليكن الدينامو، عندك وليكن الفصل الرابع، عندك وليكن ما شاء الله في الكيمياء العضويه. اعمل ايه ده كله؟ ما بعرفش احل مسائل الالتزام، ما بعرفش احل مسائل المول، ما بعرفش احل مسائل الفصل الرابع. الحاجات دي بقى اللي ابدا انت هتسمع الحل كله، ومش هيبقى في ضغط عليك، بل بالعكس انا مقسم لك كل حاجه بالورقه والقلم صديقي العزيز. طب يا دكتور انت كنت بتقول ان في يوم كده فاضي، هتعمل فيه ايه؟ اليوم الفاضي ده يا دكتور طبعا في ماده هتكون مظلومه. الماده تكون مظلومه ليه يا عم؟ ربنا ما يظلم حد. هيكون اليوم ده الماده دي بس، الماده دي بس. يوم الماده عادي 5 ساعات، ذاكر كده شويه، اصحى برضه الساعه 11، نام الساعه 11، اصحى الساعه 4، مرقع لك شويه، بقت الساعه 5. ما تنساش قرانك، اذكارك ووردك. قرانك واذكارك اهم حاجه يا ابني، والله العظيم علاقتك بربنا. كل اللي احنا بنعمله ده هلس، من غير توفيق ربنا انت ولا حاجه. تمام.
بقت الساعه 5 بنذاكر 5 ساعات، بقت الساعه 10 بذاكر بقرا بقى حاجتين شويه كده من اللي انا ذاكرتهم، بقت الساعه 12 بريح لساعه عشان انا كائن طالب ثانويه عامه مش مكنه آلية. بقت الساعه كام؟ واحدة. من واحدة يا باشا ل6 انا بذاكر برضه. تمام وبقرا لي برضه ايه شويه. من 6 برضه من 7 بقى ل 11 انا بذاكر. طبعا ما تنساش لو انت بتذاكر والاذان اذن انا بقوم اصلي. اهم حاجه علاقتك بربنا. وكده يا صديقي العزيز يبقى المحتوى الروتيني اليوم بتاعك خلص. ايه رايك؟ سهل صح؟ لا مش سهل، عايز مجهود وعايز راجل، وانت تقدر لان انت راجل وعارف اهلك بيتعبوا ازاي، وعارف انهم نفسهم يفرحوا، وعارف ان انت املهم الوحيد. فبالله عليك ما تستخسرش الفرحه دي فيهم. بالله عليك ما تستخسرش الفرحه دي فيهم، وشد حيلك وقوم ذاكر وحات اخرك. مستقبلك يستاهل. هانت بنشطب يا رجاله بنشطب خلاص. طب يا دكتور ربنا هيساويني؟ انت مالك؟ انت مالكش دعوه يا اخي، مالكش دعوه. هو ربنا هياخد منه ويديك. انت مالك؟ خزائن الله لا تنفذ. ربنا هيديله على قد تعبه ويديك على قد تعبك. انت مالك يساوي وما يساويش؟ انت مالك؟ خليك في حالك، ذاكر وحتى اخرك. المطلوب منك ان انت تستنفذ الوسع. ده كل المطلوب منك، استنفاذ الوسع. حتى اخرك عشان ربنا يديك اخره، وربنا ملوش اخر. تمام؟ وافتكر دايما ان انت هتحاسب على تحصيلك، مش يعني ايه، مش كميه التعب، جوده التعب. انا تعبت ازاي؟ هل تعبي راح في مكانه؟ هل انا تعبت صح ولا انا قاعد؟ طب احنا عندنا زمايلنا في الكليه هو بيقول لك طالب الطب ما بيسيبش المذاكره، هو قاعد على المكتب ال 12 ساعه بس مده التحصيل ساعتين بس. هل ده يساوي مثلا باللي ذاكر 4 ساعات كويس بتركيز؟ ما انا قاعد 12 ساعه. ايوه انت قاعد 12 ساعه تستهبل، قاعد تليفون شويه، تخش لي على اللاب شويه، لا انا اكلم صاحبي شويه، لا انا مش عارف ايه. مفيش تركيز، مفيش تحصيل. فتحصيل اللي قاعد 4 ساعات احسن منك. مين قال لك؟ انت مالكش دعوه. انت هتحاسب على السعي. يعني ايه سعي؟ يعني جوده التحصيل. يعني جوده التحصيل يعني جوده المجهود. مجهودي رايح في مكانه؟ مجهودي مش رايح في مكانه؟ مع السلامه. ملهاش دعوه. اتعب كتير بتركيز تجيب كتير، اتعب قليل تجيب قليل. مجهودك بذكاء، مجهودك اللي هو التحصيل الصح هو ده مجموعك. تمام؟ مالكش دعوه بحد، ما تقارنش نفسك بحد. بالله عليك ما تقارنش نفسك بحد. تمام؟ انت خلي مستقبلك قدامك واهلك وراك. مستقبلك بيشدك واهلك ايه اهو، يعني حاجه بتزق بتشدني كده، وحاجه بتضرب، حاجه بتزق حاجه بتشد، بحيث ان انا ما اوقفش الا ان شاء الله لما اخلص امتحانات الثانوي. تمام؟ استودعكم الله شباب، يا رب ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم. يعني انتوا دفعه محترمه وتستاهلوا كل خير ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب يا شباب. والسلام عليكم.